احنا دخلنا عصر جديد، عصر مش بس بتدور فيه على جوجل، لكن بتسأل الذكاء الاصطناعي وهو اللي يجاوب. الجنريتيف اي اي زي شات جي بي تي او جيميناي بقى هو الوسيط بينك وبين المعلومة. يعني بدل ما العميل يكتب مثلا في جوجل افضل مكتب دراسات جدوى في السعودية، بقى يسأل مين احسن شركة تساعدني ابدا مشروع. وهنا بقى المشكلة، مش كل الشركات بتظهر في نتائج الذكاء الاصطناعي حتى لو عندها موقع قوي او اس اي كويس. وعشان كده ظهر مفهوم جديد اسمه جنريتيف انجن اوبتمايزيشن او جي اي او، وده ببساطه ازاي تخلي شركتك تظهر في نتائج اجابات الذكاء الاصطناعي. يعني بدل ما تنافس على الترتيب في جوجل، انت بقيت تنافس انك تكون الاجابه نفسها. في بزنس سبايك اشتغلنا على تطوير خدمه الجي اي او بشكل احترافي علشان نقدر نساعد الشركات تظهر في المكان الصح لما العميل يسال السؤال الصح. بنحلل محتوى موقعك وبنقيس جاهزيته للاي اي، وبنطوره بحيث يكون مفهوم وموثوق وقابل للظهور في الذكاء الاصطناعي، لان ببساطه اللي مش هيظهر في نتائج الاي اي هيختفي. لو عايز شركتك تكون من اول الاختيارات مش مجرد نتيجه في الصفحه الثانيه، تواصل معانا دلوقتي في بزنس سبايك وخلي فريقنا يساعدك تسبق المنافسين.